وفريق اتحاد خنشلة الذي يجد العهد مع الانتصارات. سفيان بايزيد يسجل الثنائية، خبر مفرح لنا جميعا وللمنتخب الوطني المحلي ولمجيد بوقرة لأنه متواجد في قائمة منتخبنا الوطني للمحليين أمام جمعية الشلف التي تراجعت كثيرا في المدة الأخيرة. نتابع سوا ملخص المباراة. بعد سلسلة من النتائج السلبية وفي غياب جمهوره، حقق فريق اتحاد مدينة خنشلة فوزا جديدا وصعبا أمام منافس أسال العرق البارد لرفقاء القائد سمار. فبالرغم من البداية الجيدة والهدف المبكر للهداف بايزيد بعد تمريرة أمويلي في الدقيقة 8 تابعها في الشباك، نقص التركيز والتسرع في منطقة الجزاء حال دون تسجيل الهدف الثاني للمحليين، خاصة في فرصة القائد سمار بعد تمريرة بايزيد. والأمر نفسه ينطبق على المدافع قدور في هذه التسديدة. الدقيقة 36 هجمة سريعة للاتحاد، تصل الكرة لأمويلي يوزع ورأسية القائد سمار تصطدم بيد المدافع، والحكم بن براهام يعلن ركلة جزاء. نفس اللاعب سمار في التنفيذ، والحارس علوشيش يتصدى بذكاء لينتهي هذا الشوط على نتيجة الهدف الوحيد للقناص بايا. في الشوط الثاني حاول الشلفاوي الرجوع في النتيجة، ركنية عقيب في الدقيقة 57 ورأسية سويبع تجانب بقليل مرمى فيلالي. القناص بايزيد يستغل تمريرة مداح في الدقيقة 64 وبتسديدة قوية يضيف الهدف الثاني. دائما سويبع من جانب أولمبي شلف ينفذ مخالفة، والحارس فيلالي بروعة للركنية. الهداف بايزيد بحث عن الهاتريك، لكن هدفه كان أبيضا. أخطر فرصة للضيوف في هذا الشوط رأسية نساخ التي حولها فيلالي مرة أخرى بروعة للركنية. ثم العارضة في الدقيقة 79 تحرم بايزيد من جديد من تسجيل الهاتريك. ضغط المحليين تواصل حتى صافرة بن براهام التي أعلنت فوز الاتحاد بهدفين دون رد ووصوله إلى النقطة 23 في مرحلة الذهاب.